السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو مع وصفة جديدة. الوصفة ديال اليوم سباغيتي بالكفتة والخضر، كتجي أكثر من رائعة. كنتمنى تجربوا هذه الوصفة وكتجي لذيذة بزاف، وغادي تشارك معكم سر ديال اللذة ديال هاد الصلصة، وأكيد إلا جربتوها غادي تعجبكم، وخصوصا الوليدات ديالكم غادي يطلبوا منكم تعاودوها. وكما العاده اللي جرب الوصفه يخلي لي في التعليق كيف جاتو فضلا وليس امرا. ودابا غادي ندوزو لطريقه التحضير، وفي نفس الوقت غادي نعطيكم المقادير. فواحد المقلاة كنضيفوا شويه ديال الزيت النباتيه، تقدروا تعوضوها بالزيت الزيتون. بالنسبه لي انا كنضيفو حتى الاخير فوق سباغيتي. كنضيفوا واحد الحبه ديال البصله محكوكه او مقطعه الى قطع صغيره. غنحركو مزيان البصله مع الزيت ونخليوها تشحر فوق النار. وهاد المرحله مهمه، قد ما تشحرت البصله مزيان فوق النار الا وكتجي هذيك الصلصه ديالنا معلكه ولذيذه. كنضيف واحد الحبه ديال الخيزو او الجزر محكوك. وهاد الوصفه خصوصا الوليدات اللي ما كيبغيوش الخضره، بهذه الطريقه كيستافدوا احسن من هاد الخضر. خيزو كيكون محكوك مع البصله وما كيبقاش يبان. كنضيفوا شويه ديال الملح، الخرقوم، البزار او الفلفل الاسود، شويه ديال الخليط من الاعشاب او لي زيرب دو بروفونس، وشويه ديال الهريسه غبره او على شكل صلصه، وتقدروا تعوضوهم بالفلفله حاره طريه. وكتقدروا تضيفوا واحد 2 حبات ديال الفلفله حلوه. وفي هذا الحين كنوضعوا الماء يغلي السباغيتي، وكتبقى هاد الوصفه سهله وسريعه التحضير، وكتعطي واحد النتيجه اللي هي رائعه. كتجي ديك السباغيتي ديالنا لذيذه بزاف. غادي نضيف واحد الحبه ديال الفلفله حاره طريه، كنضيفوا الصلصه ديال الطماطم. كتقدروا تعوضوها بواحد 4 الحبات ديال طماطم طريه محكوكه او معجون الطماطم. كنحركوا مزيان المكونات مع بعضياتها. وغادي نضيف ما يعادل واحد 400 غرام ديال اللحم المفروم او الكفته، وتقدروا تعوضوه بشرائح ديال الدجاج او ديك الرومي او طون كروفيت، داكشي اللي موجود عندكم. وغادي نضيف واحد نص كأس ديال الماء باش نخفف الصلصه ديالنا. وغادي تشوفوا معايا القوام ديال هاد الصلصه، ما خاصهاش تكون خفيفه وما خاصهاش تكون ثقيله بزاف، وكيبقى على حسب الذوق. ودابا غادي نضيفوا سباغيتي. كيف ما كتشوفوا معايا الماء وصل الى درجه الغليان. هاد المرحله هي مهمه،
باش طيب سباغيتي ديالنا وتجي تعطي واحد النتيجة اللي رائعة. خاص الماء يكون واصل درجة الغليان. كنضيفو شوية الملح وكنضيفو سباغيتي ونخليوها فوق النار واحد المدة ديال 7 حتى ل9 دقائق على حسب داكشي اللي مكتوب في العلبة. وكنحركو ونخليوها فوق النار طيب. ودابا ها الصلصة ديالنا وجدات، غادي نطفيو النار وغتكون سباغيتي ديالنا وجدات وصفيناها. وهذه هي النتيجة النهائية، كتجي الأكلة رائعة ولذيذة بزاف. كنضيف ليها شوية ديال البيستو اللي بجوج مكونات الأساسية ديالو هو الحبق والزيت النباتية. وما بقى لي إلا نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.